هل فكرت يوماً إذا كنت فعلاً تستحق أن تكون فخوراً بأنك مصري؟ هل تعلم ما الذي يجعلنا مختلفين عن باقي شعوب العالم؟ مصر هي قلب العالم القديم. من هنا بدأت أولى خطوات الحضارة. الفراعنة كانوا الرواد في كل شيء، من الكتابة إلى الرياضيات. الفراعنة كانوا أول من فكروا في بناء الأهرامات، هذه المعجزات الهندسية التي لم يمكن لأي حضارة أخرى أن تحقق مثلها. إننا نشهد اليوم روعة إنجازاتهم التي ظلت تدهش العالم لآلاف السنين. مصر لم تكن مجرد مهد الحضارات القديمة، بل هي أيضاً مهد الثقافة والفن. عبر العصور تركت بصمتها في كل مجال، من أم كلثوم إلى نجيب محفوظ، من سينما مصر الذهبية إلى الفنون المعاصرة. مصر دائماً كانت مصدر إلهام للفن والعلم، والفن المصري لا يتوقف عند الموسيقى والسينما، بل يشمل الكتابة والعمارة والتصميم. اليوم يحمل المصريون في قلوبهم نفس الشجاعة والإرادة التي كانت تميز أجدادهم. الفراعنة بنوا الأهرامات، ونحن نبني المستقبل. من الشباب المبدع في التكنولوجيا إلى الأبطال الرياضيين في المحافل العالمية، المصريون لا يزالون يثبتون قدرتهم على الإبداع والتميز. الشجاعة والإرادة اللي كانت موجودة في عهد الفراعنة لسه موجودة فينا النهاردة. إحنا مصريين، ومن هنا نبدأ لنصل إلى القمة. هل تعلم أن الفخر ليس مجرد شعور؟ الفخر هو القوة التي تدفعك لتحقيق المزيد، هو الإيمان بأنك جزء من تاريخ طويل وأنك مسؤول عن استكماله. من الأرض التي شهدت بناء الأهرامات إلى نهر النيل الذي كان شريان الحياة لآلاف السنين، نحن أبناء حضارة لا تعرف المستحيل. لأننا مصريين يجب أن نكون فخورين، لأننا جزء من تاريخ كبير ونملك المستقبل بين أيدينا. إذا كنت فخوراً بمصر، وإذا شعرت بالعظمة التي نعيشها، لا تفوت فرصة أن تكون جزءاً من هذه الرحلة. مصر لم تكن مجرد وطن، هي فكرة، هي روح. اشترك معنا الآن وكن جزءاً من هذه الرحلة نحو المستقبل.